إصلاح التقاعد يعود إلى الواجهة. لقاء جديد يجمع الحكومة والنقابات. قبل تسليم ملف إصلاح صناديق التقاعد إلى الحكومة المقبلة، يرتقب أن تجتمع وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي بمسؤولي المركزيات النقابية الثلاث في إطار اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد الأسبوع المقبل. وأفاد محمد الحطاطي نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأن اجتماعا للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية مرتقب يوم 9 يوليو المقبل. وعن جدول أعمال الاجتماع، أوضح الحطاطي في تصريح بعض الصحافة الإلكترونية أنه سيخصص لتقييم الاجتماعات السابقة مع مدير صناديق التقاعد وبحث ما الذي يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة. وأكد يوسف علاكوش الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدوره أن اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد سوف تجتمع يوم 9 يوليو. يأتي ذلك بعد أن أكدت نادية فتاح العلوي اختتام اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد مشاورات تشخيص وضعية الصناديق ملمحة خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين منتصف يونيو الماضي إلى ترحيل الملف إلى الحكومة المقبلة، مؤكدة بطء وتيرة الإصلاح بسبب الصعوبات التي ينطوي عليها الملف. وأكد الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مركزيته النقابية ترى ضرورة استئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، خاصة أنها لم تصل بعد إلى أهدافها. واستحضر مخاريق في تصريح بعض الجرائد الإلكترونية إشارة وزيرة الاقتصاد والمالية مؤخرا إلى انتهاء أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، لكنه أبرز أن الاتحاد المغربي للشغل متمسك بأن يعرف من خلال عمل اللجنة حقيقة التوازنات المالية لصناديق التقاعد. ولم ينفي الفاعل النقابي أو يؤكد موعد الاجتماع المقبل للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سالف الذكر، وشدد على أهمية مواصلة أشغال اللجنة، خاصة أنها كانت بدأت تقف على بعض الحقائق. وقال إن الحكومة كانت تتذرع بانتهاء أشغال اللجنة التقنية واللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قبل الزيادة في المعاشات، مستنكرا التناقض المطروح في هذا الصدد، مطالبا بزيادة عامة فورية في معاشات المتقاعدين. من جانبه أكد محمد الحطاطي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر أن الملف ما يزال يحتاج إلى نقاش وفيه المزيد من المعطيات حول وضعية الصناديق، مؤكدا ضرورة النقاش المرتبط بتصور الحكومة في هذا الإطار. وكانت اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد قد استكملت اجتماعات تشخيص وضعية الصناديق بلقاء مسؤول الصندوق المهني المغربي للتقاعد CAMR يوم الاثنين 15 من يونيو الجاري.